بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد درس رقم 42 من دروس الفقه المالكي، مسجد التقوى ذراع بن خداع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. كنت سمحتي غيث مثلا الجزء الأول نعدان آخر نقطة شرحناها آداب الاحتضار. العنوان الأول درنا الاستعداد للموت وبعدين آداب الاحتضار. أحكام الجنازة يعني كثيرة، نديروها 3 حلقات إن شاء الله، 3 أجزاء. الجزء الأول اللي فات تحدثنا عن الاستعداد للموت واختمناها بآداب الاحتضار. واليوم أيضا نتحدث في نقاط أيضا فقهية تفصيلية. الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من أحكام فقهية في موضوع أحكام الجنازة. إذن حلقة اليوم الحلقة 42 الجزء الثاني من أحكام الجنازة. تذكير خفيف، قال لكم إخواني أدب الاحتضار يعني بالنسبة للمحتضر الإنسان قبل ما يموت طبعا يملأه شعور الوداع، توديع الحياة الدنيا، ويبدأ يتهيأ لحياة أبدية جديدة لم يعرفها من قبل. اسمها السجاد منيس بلا ثاني جد دونيث بقى على خير الدونيث ثورة السجاد منيس أمشري قابل الدونيث لاخرث أمشري قابل ثوذرث النظام، ولكن ذي لاخرث دار القرار. الدنيا دار ممر انتهت الحياة، والآخرة دار مقر. لذلك كان واحد الأدب باختصار. قلنا الأدب الأول عدم تمني الموت، يعني الإنسان يقربك نذي يمث ولا قاري يذعوس يذعوس الموت خاطئ. هذه يجي ربي سبحانه هذه يخدم الشغليس ربي ولكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت يكتفي ربي يكفي الكائنات جميع المخلوقات مدوسة الموت مرحبا العسلامة، ولكن وها ربي إنسلم هذه يخدم الصلاح وذي هكي عوين. لكن دينا ربي سورة الكهف في آخر آية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ند الأدب الثاني ترك وصية تستمع وصية أمذان لقد يجي الوصية بلك يتسلاس بلك يتوالاس بلك يجي هذه وصية. نغمد الوصايا تعرض على ميزان الشريعة، ما وافق الشريعة نفذ وما خالف الشريعة رد فهو مردود. يعني ما لا ينجاد الوصية يلهان أسنطبق، إما لا يجاد ير الوصية سنطبقها لا. في كاوند بعض الأمثلة منها نوع المكيني مثلا أشيني أثن يصر ويسسين العموم نون مرمثة وسنتسجى ثارة أذوال نوثميو ولا الحضر جنازيو مثلا. في كذا كلها وصايا باطلة، ونكون الزراب اللي نسها في الوصية الميت. يعني معظم الناس يقول كان الوصية نتاع الميت نخافها لازم نطبقها. ما تخافش، إذا كانت موافقة للشريعة طبقها، إذا كانت مخالفة للشريعة ما تطبقهاش ولا إثم عليك. أكا للناد ثيسة الاجتهاد في الدعاء. من حضرت الوفاة يستحب أن يجتهد في الدعاء. صحيح عنده الألم خطر خروج الروح من الجسد أقوى أنواع الألم، بل الألم مجتمع. خطر يون ممكن واحد توجعه ضرسته هذا ألم، توجعه بطنه هذا ألم، يوجعه يده ألم، ولكن الألم نتاع خروج الروح صعب صعب صعب. لذلك الوقت هذاك اجتهد في الدعاء. سيدة عائشة أم المؤمنين
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني في اللحظات الأخيرة نتاعو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا كله شرحناه فيما سبق. وكاين أيضا بعض المستحبات الخاصة بالحاضرين مع المحتضر. وقيل المحتضر الإنسان اللي قريب يموت واللي حضر، إذا كتب ربي أنت تحضر واحد قريب يموت، واش دير له؟ أولا لازم تزرع فيه الأمل، خاطر بعض الناس سمحوا لي يلقى واحد مريض واش يقول له؟ ما يقولوش طهور إن شاء الله ويقول ربي يجيب لك شفاء، لا يقول واحد 10 من الناس نعرفوهم ماتوا كاع كيما بالمرض نتاعك. يعني ماشي كقارن الدم، الشفاء في يد ربي سبحانه عز وجل، لازم تزرع فيه الأمل. وتستحب بعض الأمور ذكرناها نعاود نلخصها. النقطة الأولى دعاء الحاضر للمحتضر، معناه أنت اللي حضرت ادعو هذا المحتضر باش ربي يختم له بحسن الخاتمة، باش ربي إن شاء الله ييسر له ينطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. والأمر الثاني تلقنه الشهادة كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث الحديث يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما، بمعنى تذكره وبلا إلحاح. أنت كي تقول برك لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماشي تقول له قول هو ما يقدرش، ممكن يتعقن، لأنه هذيك اللحظات ليس بالأمر السهل ولكن هو أمر صعب جدا. بلا إلحاح، ذكره بالشهادتين بلا إلحاح. وانت كي ترددهم انت عندك، إذا قدر ينطقها بلسانه الله يبارك، إلا ما قدرش ولو كان بقلبه بحضور قلبه، وأنك تعطي له الأمان والثقة باللي انت مسلم. ربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كي ترددها يفرح يقول ربي الحمد لله أنا عشت مسلما موحدا وأموت مسلما. ويحاول ينطق هو بالشهادتين، وكان اللي ينطقوها إلا ما قدرش لأن الأمر صعب عليه، يكفي أن يذكرها بقلبه وهذا يكفي إن شاء الله. الأمر الثالث قلنا توجيهه إلى القبلة. علاش؟ لأن القبلة أفضل الجهات، يعني كي تتحضر المحتضر وجهه إلى القبلة باش كي يلفظ الأنفاس نتاعو تخرج الروح نتاعو إن شاء الله يكون متجها إلى أفضل الجهات وهي القبلة. الآن نكمل مع الدرس رقم 42 في هذا الجزء الثاني من أحكام الجنازة. نكمل ما يستحب بعد خروج الروح. ذلك الروح خرجت خلاص، وهذه طبعا تعرف إما بالخبرة أو بالعلم، يكون طبيب يعرف، وكاين اللي يجربوا حسرة يقول لك على بالي باللي هذه هي علامات نتاع خروج الروح، معنى الروح نتاعو خرجت راه ميت. وكاين بعض الأمور لازم تندار مستحبات. الأمر الأول الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طبعا واحد عزيز عليك تفارقه الموت عندها الهيبة، وماشي غير اللي تعرفوا كي تحضر برك. وكاين ناس يحضروا في السبيطار في المستشفيات احيانا المرضى يحكيوا على اللي ماتوا امامهم، يقول لك ما نعرفوا ما والو، بالك جابوا نهار هذاك، ولكن لحظه خروج الروح قدامك انسان كان حي، كان يشرب الماء ويشرب دواء ويصلي ويتحرك، ولكن من بعد في لحظه زمن خرجت روحه من جسده وفارقته الى الابد. الموت عندها الهيبه بزاف، لذلك مطلوب منا ان نصبر. ورب سبحانه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال في سورة البقرة 156 آية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر لينال الأجر إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين تدمع والقلب يحزن. هذه رواية من روايات هذا الدعاء. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أو ما يرضي ربنا. هذه موجودة. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
هذا الدعاء الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني حديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم عند وفاة إبراهيم، كما تولد إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء، ونحن يستحب باش نقول مثل هذا الدعاء حينما نفقد شخصا ينتقل إلى رحمة الله. تغميض العينين، عيني الميت. لماذا؟ لأنه إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الإنسان كي تشوف تكون حاضر مات الإنسان قدامك، تأكد اغمض له عينه باش ما تبقاش العينان مفتوحتين، ما يبقاوش يعني العينان يتغمضوا، غمض له عين ديال هكذا يتغمضوا بسهولة. الأمر الثالث تليين مفاصله برفق، مست قنضاء النس يموت زداتك قلنا النس سميت نتكنكا الشفارقين سدغلين يعني أدغلقنت والنس وثاقي من إكرام الميت أكا ولا قال ذي مثل نساء النساء كني يعني تواليت غلقيتنت وين حضر الدين وين سعان يعني. طبعا الامر كان يقول كان ما نقدرش الميت نخافوا، لا عادي عادي الامر كي نعرفوا بلي هذا من الفقه وعندنا فيه اجر، راك تسهم في اكرام الميت، وهذه كلها السلوكات وهذه الاعمال كلها يعني من اكرام الميت ومن حقوق الميت علينا، من حقوق المسلم على المسلم. يعني كاين حقوق بيناتنا، وربي قال انما المؤمنون اخوه. اللي حضر ثم في المستشفى في الدار في اي مكان في الطريق، لا حول ولا قوه الا بالله، هذه الحوادث نتاع المرور وبالك منكم اللي حضروا هذه الامور هضرك في الطريق تعرفوا اللي راهم يموتوا في الطريق اكثر من اللي راهم يموتوا في السبيطارات واللي راهم يموتوا بالمرض، لانه عندنا مرض خطير جدا اسمه التهور في الطرقات والحوادث نتاع المرور. في كل شهر بل في كل يوم رانا نشوفوا ونسمعوا عن إحصاءات كثيرة من الموتى، نسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. ثلاثة تليين مفاصله كما قلت برفق. وعلى بالكم الميت مادام سخون تسقموا، إذا كان يدو معوجة تلينها تخليها كذا يعني يسرحوا فوسي صداريس مايل غضاضيس مال عشوية طف احيانا كطفشي ليكا وبعدين يموت كسدا فوسيك افوسيس من بعد خدمه سكاد وضاري سقمان سير حسنا ذيك السن قراكني يعني خاطر غير مادام يحمى يسهل، لذلك لا بد من تليين والمفاصل هذه تستجيب ما لم يبرد، خاطر كي يبرد من بعد يصعب ممكن يبقى على وضعه. في 4 ستره بثوب. أول حاجة يموت كان غمث، يعني ستر جميع البدن جميع الجسد، يعني جثة الميت كلها تغمض ياكو أيغر باش تصرع ثلها ثصرة يغطى جميع البدن أين اللان أما ظفرنوس أما أين اللان ذي الدران صفر صديث أين اللان غمث وهذه كلها يعني فيه عندنا نصوص في هذا الموضوع. ثورة 5 الإسراع بتجهيزه، طبعا يعني الغسل نتاعو تغسيله وتكفينه ودفنه، هذا كله اسمه تجهيز الميت كامل. معناتها الميت كي يموت عندنا أعمال لازم نقوم بها تجاه الميت، هي من حقوقه علينا بعدما نتحقق طبعا من وفاته، خلاص نبداو نجهزوه، يتغسل ويلبس اللباس الأبيض الكفن، هذا مستحب البياض، ودفنه هكذا. ولكن يمكن تأخير الدفن إذا كان في موته شك. أخطر ناس يسقسيو لوطوبسي يسقسيو على هذه الأمور اللي يديروها، يقول لك الطبيب إذا كان شك يفوتوا لازم يروح لوطوبسي، لازم يروح للتشريح، لازم الطب الشرعي يقول كلمته. إذا كان عنده شك في هذاك الموت نتاعو ممكن واحد قتله، ممكن ليس كذلك، ممكن كلا حاجة باش يكون بسبب هذاك الماكلة،
وبالك باش ما يصراش ما يموتوش الاخرين. اقصد يعني ناخذ الاحتياطات، لأن الموت في يد ربي سبحانه. معناتها التأخير لمسوغ شرعي يجوز شرعا. ولي الأمر اتخذ قرار التشريح لابد من الاستجابة، وليس هناك إثم، ما كانش إثم، ما كانش إثم. هكذا. في 6 إعلام الناس بموته. معناتها الإعلام هذا خونا، لازم يخرج اخبار. والان كما تشوفوا بعض الناس يديروا اعلانات مكتوبه هكذا، هذا شيء طيب، هذه من الوسائل المشروعه. هذه فضول العبد روايه تنصر مع وسائل التواصل الى اخره. قال فلان مات الله يرحمه. اولا تعطي فرصه للمسلمين باش يحضروا، يديوا الاجر الكبير في حضور الجنازه وتشييع الجنازه وصلاه الجنازه الى اخره. ورقم 2 تعطي له فرصه، يقول كان ربما ما يسمعش، بالك يقول لك علاش ما قلتناش مثلا، تبلغ خاصة بالنسبة للعائلة بالدرجة الأولى. ثم نحن مسلمون جميعا، إنما المؤمنون إخوة. ثم أنه هو يستفيد من صلاتي ومن دعاء المشيعين والذين أدوا صلاة الجنازة عليه. كلما كثر العدد كلما كان الأجر أكبر إن شاء الله. يعني ماذا بك حضرنا طاس، ماذا بك حضرنا طاس باش تظل الفلاس ولا تدعون إلى آخره. أي السنف كان الخير، أي خير، ونجتهد في هذا طبعا. وهذا كله طبعا فرض كفاية، فرض كفاية بالنسبة لصلاة الجنازة وغيرها، كما سنشرح في الفقرات القادمة إن شاء الله وقدر. ثم أكتفي بهذا وأتجاوز يعني بعض الأمور، نروح مباشرة إلى تغسيل الميت. طبعا الميت يغسل كما نحن أحيانا نغسل أيدينا بأيدينا، ولكن الميت يجي واحد يغسله. لذلك في الإحرام، يعني واحد كيدير الإحرام للعمرة ولا للحج، يعني من السنة الإنسان يغتسل وبعدين يلبس اللباس الأبيض. هذا بالنسبة للرجال، والمرأة تحرم في لباسها العادي. ولكن الإنسان كي يروح يغسل روحه ويلبس لباس الإحرام أبيض، يتذكر هذاك النهار اللي يموت فيه، يقول الفرق أنه اليوم أنا نغسل روحي، ولكن كي نموت كاين الاخرين اللي يغسلوني ويطهروني وكذا. لذلك تغسيل الميت هذا فرض كفاية. كي نقولوا فرض كفاية معنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. ماشي يكن من لا نسير الميت ما نحضر، لا، يحضر شكون يحضر؟ هذاك الغسال ومن يساعده، 1 ولا 2 ولا، يعني العدد المطلوب للمساعدة. ماشي كما بعض الناس يديروا ثم مش عارف يحضروا يعمروا كاع الصالون، يعمروا كاع ذاك الغرفة، دي سبيكتاتور متفرجين. ما كاينش تفرج في هذه الأمور يا جماعة الخير. الغسال واللي يساعدوه أو المساعدين تاعو فقط. لذلك إذا قام بهذا العمل بعض المسلمين سقط الإثم عن المسلمين جميعا. يتسلسغ، هذا حقه علينا، يتسلسغ باش تنزيز دي وثنكرم ذا كان. فبالتالي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. علاش الغسل هذا؟ لماذا؟ ليلقى الله طاهرا، باش هو آخر غسل، آخر غسل نديروا له، ويروح إن شاء الله يلقى ربي سبحانه عز وجل على طهارة حسية بدنية إن شاء الله تضاف إلى طهارة القلب. ربي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا لازم نخمموا بزاف، نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. صف واحد كي تفكر هذه الآية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني الإسلام حريص على طهارة الظاهر والباطن، المخبر والمظهر، الجوهر والمظهر. طهارة القلب
جماعة الخير، ربي إن شاء الله يوفقنا جميعا باش نستثمر هذا الدين العظيم لتحقيق هذه الطهارة، طهارة الباطن. وهنا كان اجتهاد والجهاد كبير 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 في هذه. أما هذه نتاع الغسيل هذه باينة أحكام، الناس تعرف تغسل وكذا، نطهروه ما شاء الله، لبسوا لباس الكفن ونصليوا عليه وندفنوه ونكرموه ونعزيوا أهله ويروح صح. ولكن طهارة القلب هو اللي يديرها في حياته، حنا ماناش مسؤولين عليها. في الدنيا نتناصح، في الدنيا ثاني ينصح نعم، ولكن تزدي بول تساقي النتيجة الشرعي، نتيجة ربي القواليس، وما تزدياقي الجساس الصورينس ثاقي ذنكني إنسلمن ذو الواجب فلانا الميت أثن الزيزدي نخدم الغسل أماكن سنشرحه بعد حين إن شاء الله أسيدي من بابا وأثر رحمة ربي يعفو في الناس. شروط الوجوب لا شروط باش نسيرفيون. الشرط مزوارو أن يكون مسلما سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مريضا أو صحيحا. شرط الإسلام حنا نغسلو المسلم فقط، الكافر ما نغسلوش، والمرتد عن الإسلام لا يغسل، ولكن من تحققنا من ردته، خطر الأصل أن المسلم تجري عليه أحكام الإسلام كاملة ويستفيد من جميع الحقوق. أمر العقيدة أمر صعب، لا يجوز إخراج شخص من دين الله إلا بيقين. معناتها ماشي كي نسمعوا برك واحد مثلا، حنا نعرفوا الناس وانتم ما تعرفوا الناس، ما يصلي ما يزكي ويعني هكذا ضايع مسكين، ما نقولوش بلي هذا مرتد، حذاري نقولوا هذا مسلم عاصي، حتى ولو كان ما يصليش نصليوا عليه، ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم ولكنه عاصي، ربي هو اللي حسبه. نحن في دار الدنيا نطبق عليه أحكام الإسلام ويستفيد من حقوقه كاملة. نزريون ويتظلر أهاث بالك ويتوزمر أهاث بالك ويتعشرر، ما يموت يتسلسى غث الزيزدي، يتسلسى أنزل في الله، يتسلسى غث كل حقوق ينس إلا قثنيوي كن ملاند. ولكن ما إلا مرتد يعني يجي الإسلام بيقين، معنى تبين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ملي في حياته ارتد بخالص إرادته وبمحض رغبته مصرا على ردته بعد استتابته كاين أمور فقهية لازم نديروها معاه بيقين خلاص، ثم هو حر فليتحمل مسؤوليته ولا يستفيد من حماية الإسلام ومن الحقوق المقررة له دينا في الإسلام، لأنه رفض الإسلام في حياته بكامل قواه العقلية وبيقين. المعنى تمليون سلفغيس دي الدوني ثاكين يروح حواج غارة ينكراك الدين فاق فينا إذ برق الروس وغيت سلسلة ورث السيري ذارا. الله أكبر. كي نقرأ سورة الممتحنة في آخر الآية 13 يقول كما يئس الكفار من أصحاب القبور، نقول الحمد لله احنا مسلمين، الحمد لله. شوف في آخر الآية 13 سورة الممتحنة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، معناتها الكافر كي يدفن واحد عزيز عليه بقى على خير، وكاين اللي يحرقوهم وكاين اللي تعرفوا هذا الشيء، وقد ذكرنا هذا في حلقة من الحلقات السابقة. حنا مسلمين الحمد لله، يكون واحد عزيز مات وتبكي عليه وتحزن، ولكن عندك في داخلك عقيدة تقول لك ستلتقون إن شاء الله تعالى، تلاقوا إن شاء الله في الجنة إن شاء الله عادي. شغل فراق مؤقت وكل آت قريب. لذلك يا جماعة الخير والله الدنيا لا معنى لها يعني، فهي
فهي دار ممر، والآخرة هي الصح، هي دار القرار، هي دار مقر. لذلك بلغة الحساب المفروض الإنسان يعمل الآخرة ويعمل للدنيا. نعم، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولكن ما الفائدة إذا كان ما نتلاقاوش في الجنة؟ يعني ما الفائدة؟ تلاقينا ودرنا مصاهرات ونسبة وصداقة وشراكة ومحبة، وصلنا مع بعض وسافرنا مع بعض، والأعراس والجنائز وجمعنا كل شيء، وبعدين شوية أيامات. شحال الدنيا هذه قصيرة جماعة الخير، والله ما فيها والو. هو اللي يعيش 100 سنة ما عاش والو، واش فيها 100 سنة الآن؟ اللي بغى يسقسي يسقسي، اللي عنده 90 سنة يقول لك والله ماني عارف، والله ماني عارف 90 سنة هذه مانيش عارف، خاصة في هذا الزمان مع تقارب الزمان. إيه شفينا واحد الوقت نقول له يجي عام 2000 لون 2000، هاو جا 2000 ولا مازال ما لحقش يا أخي، الحق 2000 سنة 2000 هاو لحق وزادوا 17، هاو دخلنا في السنة 17 بعد 2000. إذن تسارع الزمان. علاش قلت هذا الكلام؟ باش نقول لكم الحياة قصيرة، وقد قال أحد الحكماء الحياة أقصر من أن نقصرها. في حكمة بالغة، الحياة أقصر من أن نقصرها. مزيت ولاش نقصروا فيها؟ ما كاينش. هاي دخل الشتاء، هاو راح الشتاء، هاو جا الربيع، هاو جا الصيف، هاو جا الخريف، هاو كذا، وراح الأعوام تجري. ما نهضروش على الشهر ولا سمانات ولا درك السمانات. شكون اللي راه يفاق فيها بها يقول لي؟ بدينا وجا الجمعة يا أخي اليوم السبت، هاو تجري. لذلك يساعدك يفعل خير. واحد يستثمر هذه الأيام بقدر المستطاع. وأكيد الإنسان يغفل أحيان ويتماطل أحيان ويفطر أحيان، ولكن لابد أن يكون حريصا على استثمار وقته. وقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك وذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك. يعني حياتنا أيام، الدنيا تنغذو السام إيه أسئض ساعة دين وسان، ساعة دين السمانة، ساعة دين الشهور، ساعة دين الأعوام. من بعد سيمين لحوس سيمين قريبا نوض. نيغون ذاك الفضيل بن عياض نهار يتلقى مع واحد قال له شحال في عمرك؟ قال له 60 سنة. قال له قريب توصل 60 سنة. يعني هذوك يعني خاصة في هذا الزمان، زمن الأمراض، الجديد في المرض والموت، الفجاءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عنده 22 سنة، هذا عنده 40 سنة، هذا 30 سنة، ما هو مريض، وهذا كذا إلى آخره. والموت كثير بزاف. لذلك نسأل الله حسن الخاتمة. ولكن فيها مسألة مهمة، إذا كان مسلم لازم نغسلوه، الكافر ما نغسلوش. إذا كان ماتوا مجموعة 10 ولا 15 ولا، على بالنا بلي واحد مسلم، ما على بالناش وراه المسلم، ما عرفناش. ماتوا 10 ولا 15 في حادث معين، حادث طائرة ولا حادث باخر مش عارف فيه، جبدوهم الغرق ولا طاح عليهم الحيط ولا مش عارف حريق بعيد الشر ولا كذا إلى آخره، ماتوا. ولا بالاختناق، يهضروا أسباب الوفاة كثيرة. الموت وحده السبة ماشي وحده، الموت يوث السبة ماشي ديوث. وحنا عايشين في، ما نتكلموش على المسلمين احنا ولكن نتكلموا على بلاد أخرى وين كاين كفار وكاين كلش. بلغنا الخبر بلي كاين واحد مسلم بيناتهم وهما 15 ماتوا. واش نديروا؟ نغسلوهم كاع؟ ما على بالناش نغسلوهم كاع. ربحوا في لافير الاخرين. باش تشوفوا واش يسوى المسلم. هو المسلم عنده كرامه، حي وميت، حاضر وغائب. لو كان سقمت حياتنا هكذا لازم نكون هكذا، كرامته محفوظه، ميتا وحيا، حاضرا وغائبا، الى صغير او كبير، غنيا او فقيرا، الى اخره. طيب، اكراما للمسلم، انا على يقين بلي كاين مسلم واحد ميوراه ما على بالناش، وكان الاخرين كفار، نغسلوهم كاع ونكفنوهم كاع وندفنوهم كاع في مقبره المسلمين. نعم، هذه اكراما للمسلم الميت. لا 10 ل 15 لا الكفار الا يولي جالس ندي نسلم وثن عقيله راه غنوا وثن فريزه راه غنوا يناك اثن سير ذاك الملان وثن زيز ديك الملان وثن كفن اك الملان و اثن نطلي في مقبرتك نسلمن وتظلي طبعا كل شيء
تنجى ربي سبحانه. على بالكم علاه في قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نطبقها هنا من تطبيقات القاعدة هنا هذه، معنى يجب هذاك المسلم يسالنا عنده حق علينا، كما على بالناش، فبالتالي إذن نغسلهم كامل ونخليوا الأمر لربي سبحانه. وهذا هو الفقه. دائما يقول لك حق المسلم يغلب، تغليب حق المسلم. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن تكون حياته مستقرة، أي ظهرت عليه علامة من علامات الحياة. شو المعنى؟ وهنا الحديث ينصرف إلى المولود الحديث الولادة، يعني الجاني تاع بوط قماس بدي فاصي تاع بوط قماس ميلا يخدم يوث الحركة، يحرك فوسيس، نغ يعقض يسوغ، نغ يضصاد، نغ إيرو يموت، ولو كان عاش 3 ثواني 3 سكوند، ولو كان ثانية ثبان ديوث علامة من علامات الحياة، يتسلسل نخدم كلش. السيراد ونظل في اللاس وكلش. سبحان، شوف المسلم، شوف الإسلام، الله أكبر الله أكبر، ورضيت لكم إسلام دينا. شوف الإسلام كيفاش، شوف كيفاش ربي يحبنا والنبي عليه الصلاة والسلام يحبنا. تصوروا واحد عاش 3 سكوند في الحياة، هذا ما كان عنده كل الحقوق. شفتوا كيفاه؟ وحنا كان يقول لك ما يستعرفش كاع بالإسلام هذا، ولا نستعرفوا بالإسلام نقولوا مسلمين ولكن نهردوه، هردناه. وشحال هردنا احنا كمسلمين درنا فيه العجب. باش درنا فيه العجب؟ بسوء أخلاقنا، بسلوكاتنا. الناس دقوتوا فينا وفي الدين هذا. طبعا لا أعمم الحكم، ولكن أقول هذا الكلام في مجلس كهذا، الله يبارك مجلس مبارك، باش نعرفوا بلازم عندنا مسؤولية فقط، عندنا مسؤولية. هذا ما كان. أبو بكر الصديق قال للصحابة: أينقص من دين الله وأنا حي؟ شوف الناس اللي عندهم إيمان وترجموا إيمانهم إلى عمل. أينقص من دين الله وأنا حي؟ كأنه يقول: لا بركة في حياتي إذا كان الإسلام ينقص منه وأنا حي. معنى حياتي لازم تقدم قيمة مضافة عمليا. وطبعا نحن بشر ماناش ملائكة، نصيب ونخطئ، شوية نبعدوا على الأقل هذوك الكبار، الكبائر هذوك والمشاكل الكبار هذوك بزاف، ظهر بزاف يعني. والله غير الموت راهي جايه، حق ربي غير الواحد يضرك يا ربي يلقى روحه يسلك روحه والسلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله نسلكوا جميعا، ولكن الغفله هذيك ماشي مليحه. وربي قال في سوره الاعراف الايه 205: ولا تكن من الغافلين. يلا اذن والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفره والرحمه. قولوا ربي ندعوا له الوالدين تاعو. علاه؟ لانه هو ما عندوش ذنب، عاش دقيقة ولا زوج ولا إيه، نعم، ولو كان يعيش لحظة ظهرت عليه علامة من علامات الحياة، خلاص عنده حقوق. بل أكثر من ذلك، يرث ويورث. عاش 3 ثواني ثم دخلوا. إذا كان مثلا مات باباه قبله بثانية وهو مات بعده بثانية، هذا يدخل في الفريضة، يدخل في الفريضة. نعم. وبعدين مباشرة يتحول إلى مورث، إلا إذا كان 2 يتوارثان ماتا في حادث واحد، لا ندري من مات أولا، فلا يرث أحدهما الآخر، فلا توارث بينهما. هناك تفاصيل فقهية في هذا المجال. في غدينير الله فنني مادام الذنب فلاس الحياة، أما كدني يعقض ما يضصان غير حركة فوسيس من بعد يموت يتسلسل باش أسنخدم كل حقوقني إذننا في الميت. لذلك حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. معناه تظهر عليه علامة من علامات الحياة، معناه تستقر حياته ولو للحظة، لحظة الزمن دين. الشرط الثالث
لازم الميت نلقاو إما جسده كاملا أو جل جسده، خاطر بعيد الشر كاين دي فوا واحد تكون حادث نلقاو غير النصف نتاعو، الإنسان هذاك مات لقينا غير النص، ما نغسلوهش هذا، ما نغسلوهش. أما إذا لقينا أكثر، بعض العلماء يقول لك أكثر من النصف يعني معظمه، وكان يقول لك نلقاو فيه ثلثين، يعني نقص منه الثلث ولقينا الثلثين، هذا شرط معنى القوي كامل الجسد، جسد الميت أو جله، وكان اللي قيدوه بالثلثين. الشرط الرابع ألا يكون شهيدا. سبحان الله، الشهيد ذكرنا فيما سبق الشهيد لا يغسل، خلاص ما يتغسلش، وعندنا أحاديث في هذا الباب. طبعا الشهيد اللي يموت في أرض الجهاد، يعني في الجهاد، في أرض المعركة، الغزوة، كما حصل مثلا لشهداء أحد، لشهداء أحد يعني اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة ماتوا، ومنهم الناس اللي ماتوا مصعب بن عمير، من الناس اللي ماتوا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أدفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد هكذا يقول لهم، ولم يغسلهم ولم يأمر بتغسيلهم. النبي عليه الصلاة والسلام يدفنوهم في دمائهم، الشهداء يدفنوا بالدماء تاعهم وبلباسهم سلبسانسم. لذلك الحمد لله عندنا مجاهدين اللي أعطونا ومجاهدات أعطونا شهادات وين ماتوا الشهداء في وقت الثورة الجزائرية المباركة، يعني يدفنوهم هكذا، ما غسلوهم ما كفنوهم ما صلوا عليهم، لا خلاص. أما إذا كان مات واحد مثلا المبطول، اللي مات بالحريق، اللي مات بالغرق يعني الغريق، هذو كل الشهداء. اللي مات بالغدر أيضا يعني اغتيالا، هؤلاء كلهم شهداء. الشهداء وكذلك تمطث المرأة النافسة تروح تزيد في العيادة وبعدين ماتت، عند الله شهيدة نعم. كما يرغى واحد مات بالحريق، بالهدم اللي طاح عليه مثلا مسكن ولا كذا، الزلازل إلى آخره. ومن مات كما قلت مغتالا يجي واحد يقتله، كما حصل لعمر الفاروق رضي الله عنه. هؤلاء رغم كونهم شهداء ولكن نغسلوهم ونكفنوهم ونصلي عليهم. فعن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله. هكذا الحديث. إذن شهيد المحراب عمر الفاروق هو شهيد، ولكن ما دام ماشي في أرض المعركة كل هذه الحقوق يأخذها كاملة. جيم، أولى الناس بتغسيل الميت، أو الترتيب الأولوي للغسالين الذين يشرفون على تغسيل الميت. طبعا إخواني كلنا سنغسل إن شاء الله تعالى عندما ينتهي أجلنا، ولكن كاين واحد الترتيب فقهي يعني الإنسان يجتهد في تطبيقه ما استطاع ذلك سبيلا، ولكن لا حرج. يعني ممكن إذا كان واحد وصى انتهى، إذا خلى الوصية يقول مثلا أنا كي نموت يغسلني فلان، يغسل فلان إذا كان حاضرا. وحتى يقول إذا كان هذه من الوصايا اللي مليحة تطبق، يقول لك قبل ذمة كاين مرامثة الفيض الفلاني على يسير ذم نطبق الوصية ما يلا ومذانني الله يبارك ما ولا شيء نصرا جويرة غاسينا المديوسة وسندايلا وبالك هنا ريت ندم زوارو لا ندري. وإذا راكي الفلان اللي الظل في الليل نعم هذه الظل في الناس، خاطر الوصية ينس تنفذ أيضا بقدر الإمكان في حدود الإمكان.
ولكن الفقهاء هذا كان دايرين الترتيب انك مثلا ماذا ركازيك مثلا اولى الناس بتغسيله زوجته طبعا اللي عنده معها عقد الزواج صحيح. اثنين اذا ما كانش الزوجه ربما هي كانت غائبه او اسقطت حقها في هذا الترتيب، يقدم الاقرب فالاقرب، يعني يقدم مثلا الابن وبعدين ابن الابن وبعدين الاب بعدين وهكذا ترتيب، بعدين ياتي الجد الى اخره، بعدين ياتي الشقيق الاخ الشقيق، الاولى الاقرب فالاقرب. اذا لم يكن هناك القريب يعني ولاش وثيق قرفن يعني الذين مولاش، ياتي اي شخص اخر من المسلمين يغسلوا عادي. وان كان في موضوع التغسيل هذا جماعه الخير نفتح قوس انه اللي يغسلوا الموتى تقريبا معروفين يعني معروفين، قال شغل دي سبيسياليست خبراء هما. وقيلا حكيت لكم في حلقه من الحلقات، مره كان واحد في القريه كان واحد يغسل فقط واحد والصيف، وبعدين ما لقاوهش في الوقت هذاك، ما كانش تليفون ما كانش، ما لقاوهش. من بعد واحد دبر عليهم وبدا ينتفخ خاصه في الصيف وبدا يريح. واحد قال لهم انا ما نعرفش نغسل، مي يديروا في البنوار نحكم لتيو. يعني حبيت نقول علاش الناس ما تعرفش تغسل الميت؟ لماذا؟ ما هو عيب؟ عندك اجر كبير عند ربي، ولكن بعض الناس ربما يشوف هذه الخدمه يعني كشغل انا نغسل الموتى. وكاين اللي صارت مشاكل بين الرجال والنساء، اذا كان زوجته بغات تغسل يخرج خبار يقول كيف صافي انت راكي تغسلي ويزعف عليها، وكيف خرج خبر في الدشره باللي انت راكي تغسلي النساء اللي ماتوا باش يقول يعطيكم الصحه. لا ودارها شغل عيب يعني، شغل هو ما يموتش. لذا احنا عندنا واحد الفكره مش حلوه على هذا الموضوع، ما عرفناش الاجر، وهذا يعني خطا، الاجر الكبير الذي. والامر الثاني انه حقوق بيناتنا، ممكن يموتوا بزاف الناس، شكون يغسل؟ ولا نستناو غير واحد ويديروا هذوك الموتى يديروا لاشين صافي، كي كانوا حيين يديروا لاشين وكي ماتوا يديروا لاشين. مفهوم؟ علاش ما تكونش هناك يعني نتعلموا؟ لذلك ما هو بالعكس عندك اجر كبير عند ربي سبحانه، بشرط الانسان يكون امين، انه يستر وما يهدرش، ماشي كما بعض الناس كون يشوفوا بعدين يبدا يديكلاري، يقول لكم على بالك الميت اللي غسلته البارح وبدا يحكي عليه. ما تحكيش، يقول لك الميت في يد الغسال، لازم تستروا وما تحكيش عليه الا اذا كان حاجه حلوه، حاجه علامه الحرج مرفوع، ما تحكي ماش تحكي، وحتى الامور ما تحكيهاش يعني. غسلته الحمد لله، كان الغسل نتاعو ميسر، والسلام عليكم ربي يرحمه ويوسع عليه، وانت تنال الاجر وما ينقص من اجرك شيء. ثلاث وصرايات مثلا، ثلاث وصرا غسل ربي جميعا ان شاء الله يدوث ولا ذي الاخر. نغد الامر نظن انه بالنسبه للموت عاده كل واحد منا يجرب روحه كي نحضروا في الجنازه، لازم كل واحد يعتبر ويقول دفنا ميت، الميت اللي جاء ممكن يكون انايا، هكذا نخمموا ما ننطليون الى قدر سنين ما ننغ يزمر الميت يدي في الدون، يعني اللي جاي نكون انايا. لذلك عمر بن الخطاب واش كان يقول؟ قال كلما سمعت الناس تقول مات فلان مات فلان مات فلان الا وقلت لنفسي سياتي يوم يقول الناس مات عمر مات عمر. شوف الناس اللي يضبطوا امورهم، يضبطوا النفوس نتاعهم. سيدنا عمر بن الخطاب انك من المسير مدن هدرا قار ناس يموت الفلاني يموت الفلاني، انك قار غاسيت نفسيتي وديا سي ونواس هذا السنين يموت عمر يموت عمر ويموت عمر ونمثاك، وما يبقى غير رب سبحانه عز وجل. ان كيفاش يقول الشاعر الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. إذن الموت نموت كاع، أتيت القبور فناديتها
فأين المعظم فيك والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الأثر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ عبرة. لذلك الموت يقول لك هو الواعظ الصامت. الموت يهدر معنا بلا ما يهدر، يعني يوعظنا ويرشدنا بلا ما ينطق. كفى بالموت واعظا. لذلك وها ربي من طليون سيدي بالك ذنكني إذا سنفنخ. 4، إذا كان الميت صبيا لم يبلغ يعني صغير، يجوز للمرأة أن تغسله. طفل صغير مات، يجوز المرأة تغسله. إذا لم يكن في الميت رجل، مات إنسان رجل، كاين غير نساء اللي كاينين. دونك إذا كان عنده المحارم يغسلوه. إذا ما كاينش المحارم طبعا مع الاحتياطات، انه ما يلزمش يشوفوا العوره ولازم ما يمسوش العوره الا لضروره الى اخره، او لخطا او النسيان او شي. كاين احتياطات لابد ان تؤخذ. شوف سبحان الله، الاسلام ما خلى حتى حاجه ما دارها لناش، كل شيء لا في دروت كما يقولوا اصحاب الاعلام، لا في دروت ديتاي. من نهار اللي كان فكر شي ما قبل والاحكام الشرعيه ترافقه يلا راه في بطن يماه الشرع يقولوا حبس هذا الطفل عنده حياه، اتونسيون لافورتمون، حذر الاجهاض، حذر الصغر التاديست، يلا عنده حقوق، يلا كيفاش نتعاملوا مع المراه الحامل. احنا المشاكل نتاعنا كبار، سورتو اذا كانت ليكوغرافي دارتها وظهر باللي عندها الطفله في كرشها، يا بابا وكيفاش وحنا شرينا تروسو زعما نستناو الطفل وجاو 4 بنات وهذه رقم 5 وكارثه. يا اخي على بالنا مشكله، على بالك احنا على بالنا نموتوا كاع، يا اللي عنده الاولاد يموتوا نموتوا كاع، يا اللي عنده غير البنات كيف، يا اللي ما عندوش كاع نموتوا كاع، باش نخليو نبقاو نورمال عادي نعيشوا حياتنا. شوفوا كاش ما نعبدوا ربي ونسلكوا، خاطر كيديروا كرات على هذه، على بالكم خذ من ثواغيث الكرات في كذا. نعم الكرات حروب، نسأل الله العفو والعافيه. اذا مات راجل قدام غير نساء اللي كانوا حاضرين وما كاينش محارم، واش يديروا له؟ تيمم. نعم النساء ولو كنت تكون مرأة أجنبية عليه دير له تيمم. انتم عارفين تيمم وين موجود؟ في صورة شكون يقولها لي برك؟ وين جايه صورة الآية نتاع التيمم؟ سؤال لكم ما عدا المشايخ طبعا. يلا ماشي البقرة، سورة النساء، الآية رقم الآية GPS ما حكمش 43 شفع عليها سورة النساء الآية 43 تيمم. وكاين أيضا نفس الآية نفسها وردت في سورة أخرى، ما هي؟ سورة المائدة، بارك الله فيك، الآية 6. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه موجودة في سورة المائدة الآية 6 وموجودة في سورة النساء الآية 43. يلا إذن هذه المرأة ديروا تيمم، والتيمم الوجه والكفين، إما ديروا حتى الكوعين حتى هنا الفرض، وإلا حتى لهنا السنة، هذا ما كان يعني المرفقين وتربح. والعكس صحيح، إذا كانت امرأة غير قدام غير الرجال وما كانش رجال محارم أيضا يديروا لها تيمم. نبعثوها نظيفة طاهرة. وإذا كان راجل مات سبحان الله العظيم وبحمده، يا رب الحمد لله، إن شاء الله ربي يموتنا كاع مسلمين إن شاء الله. لذلك هذه الشريعة تبقى معنا في حياتنا، في تجارتنا، في سواقنا، في الجوامع نتاعنا، في كل امورنا. وبعدين حتى يجي وقت الاحتضار الشريعه كانت حاضره، اعطتنا اداب واحكام. وبعدين كي يموت الانسان مازال الشريعه راهي معاك، الاسلام راه معاك، ما تخافش. وممكن تموت بعد 100 سنه
إذا كان نديروا نحفروا باش نبنيو الجامع ولا نبنيو دار ولا نبنيو واش نبنيو ولقينا العظم نتاعك ما نكسروش، أنا عاميه ما نكسروش بالتراكتور ولا بالبوكنا ولا، خاطر النبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم الميت ككسره حيا. الله أكبر، واش نزيدوا؟ والله غير يا جماعة الخير لازم نكونوا مسلمين صحاح، وباش ربي يدخلنا الجنة إن شاء الله ندخلوا كاع الجنة كاع، ما فرحنا بحدا واحد خرج خطر على الجنة واسعة والحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام كي يسمع واحد مات على كفره يحزن لأن نفسا فلتت منه إلى جهنم، هنا اللي يحزن. وحنا أحيانا طبعا ماشي كل، كي نشوف واحد في المعصية ثم نلقاو روحنا ألاز شغل خليه كذا خليه إما بلسان الحال أو بلسان المقال. اعذروني على هذه الأقواس، اجتهدوا باش ما نديرهاش بزاف، ولكن الله غالب أحيانا الأقواس تفرض نفسها فرضا. هي غير باش نكونوا مسلمين نورمال عادي، ويقبل بعضنا البعض، يقبل بعضنا البعض ونتعايش. يا أخي ربي هو اللي يا أخي شغله هو اللي يخدم، أما نحن في الدنيا نتعاون ونتناصح ونتعايش ويقبل بعضنا بعضا. السادس، إذا كان المرأة اللي ماتت الأولى بتغسيلها زوجها القزيز. إذا كان الزوج كان مثلا كان غايب ولا أسقط حقه في ذلك، يعني الأقرب أقرب واحد يعني وحدة إلى المرأة، إلى هذه المرأة، وطبعا اللي قريبة لها مباشرة هي البنت، وبعدين بنت الابن، وبعدين الأم، وهكذا بهذا الترتيب. الأخت الشقيقة، وبعدين تأتي الأخوات من جهات أخرى. إذا كان ما كانش اللي تولاها من القريبات، ما كان حتى واحدة قريبة ولا اسقطنا حقوقهن في ذلك، تغسلها أي امرأة مسلمة تغسلها وتعرف الأحكام وخلاص. وإذا كان ميتة هذه أنثى رضيعة عمرها صغيرة، هذه يجوز يغسلها من رجل طفلة، لأن لا عورة لها كما يقول الفقهاء، عادي تماما عادي. الله أكبر. الآن عدد الغسلات المشروعة، هنا غسلة واحدة تكفي، وإذا كان يديرها 3 مليح، 5 7 يعني يديرها وترا. الغسلة الواحدة الأولى ذيك التطهير الواجب يعني كما يقول الفقهاء بالماء المطلق، وبعدين الثانية بالماء مع السدر والصابون للتنظيف، وبعدين الثالثة بالكافور للتطيب. الآن كيفية تغسيل الميت، يعني باختصار الكيفية نغسل الميت كما غسل الجنابة تماما. يعني أولا تتكى عليه على كرشو، ولكن على بطنه هكذا تعصوا شوية غسل خفيف، يعني خفيفا هكذا، باش إذا كان فيه أي أذى داخل يخرج من المخرجين، هكذا بلطف. وبعدين ديروا الاستنجاء، تنظفوا دون أن ترى، خاطر تستروا بين الركبتين حتى للسرة هي العورة نتاعو، يعني تستروا بستار، وديري من الحائل هكا، الحائل غليكم هذوك اللي يديروهم اسيدي، وتغسلوا عادي وتطهروا سوا، وبعدين ديروا الوضوء الأصغر كما دير، تقدر ديروا هكا، تقدر تأخر هذا عادي. هذه كيفية جائزة، ولا راهم يغسلوا الأموات يعرفوها بالتفصيل، لأنه هذه الأفضل واحد يحضر مليح، هذه يحضر يون باش يفهم مباشرة. صافي داعي غسل قبيليت معناتها ذي زوير في ندم ثكيه كيتعبطيس شوية هكا اللطف، يعني بالرفق، خاطر مع شوية داخله ديفا سي المخرجين، أما ذا من تسا أما ذا النظام، من بعد في الصر سيتي شرار ألما الصورة ينستي مطاقينس، من بعد ذي خدموا فوسيس يعني ما كادني الحائل هذا حنوق نغا شتيض نغا كذا نغا ليقاث نقا مكان ليقون اسيدي مبابا يخدم استنجاء اماكن ذي العبد ذي حي هذه الدوشي هذه يخدم الغسل يمانيس ماريكس الجنابه اكن يخدم سوا هذه زوير قبل هذه زيز يمانيس، من بعد يخدم اللوطو مشطوح السير اللي فاسنيس ثلاثه ثيكال، وبعدين يميس يدير ذاك شويه اقرويس، من بعد نزارنيس يخدم نزارنيس اما كان يخدم الوضوء سوا، من بعد هذه السير وذميس ناقادو ميس، من بعد فوس لما داقي المرفقين،
ومن بعدين افوس زلماض وبعدين يمسح الرئيس ومن بعدين يمزاغيس يزمر يجدرنيس دين كورا ما كيزمر السيرد من بعد هذه السيرد قرويس كامل في السيرد من بعد يروح الجهه يفوست الجهه اليمنى من بعد ثيدي يعاونوا المعاونين باش يهدي السيرد ميم السيرد الجهه يجي سيد فيرس وكاع روريس نغازوريس من بعد هذيك كملا كوادريس لما تكعبر ثاقي من بعد يروح الجهه تظلمات دار سي الجهه كي نزدف من بعد سي الجهه كي ندفير من بعد الجهه لا غيسمى دار ظلمات كامل من بعد سي السير اظهر ايفوس هذه تخلل لي اصابع الرجلين من بعد يروح صدر ازلماض الثاني ثكفى ذا كان لذلك وقي طريقه كيفيه الغسل ثم واجبات الغسل ثم زورث اقروا واجب غسل الراس الواجب والسين تعميم كامل الجسد بالماء واستفاد الدلك اماكن الغسل خدمها كني الدلك طبعا الدلك كي معناه امرار اليد برفقه على العضو المغسول كنا امان الحون شيني تقرض في الصورايس شيني تصادير فوسي اني غد مادام اثار مسطور توضر العورينس سوى ما ثوالص خطا مولاش الصريف لذلك وقيل قد يعاون خاطر في كوات القرضمان امان يد من الرداء ني السطراني الى قد توصر الميت في صرف على الموالاه فهي واجبه مثل غسل الحي تماما واجبه وستر عوره الميت فقي ذي الواجب ويس 5 نكمل الان ممنوعات الغسل كاين امور ممنوعه هذه لازم ننتبه لها باش ما نديروهاش الاول لا شوث حلق لحيته او شاربه بعض الناس يشوفوا الميت وبدا يحلق له ويدير له ما تمس لا اللحيه نتاعو ولا الشلاغم نتاعو شاربه ما تمسوش ممنوع الامر الثاني كشف العوره لا ممنوع حرام لا يجوز ما عدا بالنسبه للزوجين والزوجان ايضا لازم يستروا بعضهم البعض 3 الدلك اذا كان الانسان خايف يتقطع الجسد نتاعو ولا ينسلخ الجلد نتاعو يمنع دلكه معناتها النبثوره قبل حين الدلك الميت من الحي مثل قرضامان السباسو فوسيه هكا يعني امرار اليد بلطف على العضو المغسول ولكن ما الا يعني ثولاد خمضه كادي دوك سوميس خاطئ ممنوع ويس 4 كذلك مباشره غسل العوره باليد خاطئ لازم يكون بحائل العوره نتاع الانسان لازم تمسها وتغسلها بحائل لي غون نغ تخدم ذاك الحنوق نغشطب يفوسيه الا عند الضروره او عند الخطا فقد رفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه اذا كان ما كانش الماء وقد قلنا قبل حين اذا ما كانش الماء دير له تيمم هذا ما كان تيمم يعني صعيدا طيبا كما قال القرآن في سورة النساء الآية 43 وفي سورة المائدة الآية 6 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ما يصدق على الحي يصدق على الميت يعني يستخدم التيمم إما إلى الكوعين غسل إلى المرفقين أذميس الضربة الأولى يوذميس ذكال ضازرون الرمل يعني كل ما على وجه الأرض فهو من الصعيد الطيب الطاهر هكذا والنبي عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم في حديث أخرجه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما وكذلك في حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والحمد لله هذه من نعم. أخيرا بالنسبة للتكفين لأنه موضوع الأحكام جنائز كثيرة بسرعة الكفن معناها الغطاء تغطية علاش سمي لباس الميت كفن خاطر يستره يغطيه سسرة اللبسة الكفني ذا الشبحان أما ذا الشبحان ولاش الشبحان معليش شوية يظن الحكم ينس حكمه
هذا فرض كفاية، هذا واجب، هذا واجب. وكفنوه في ثوبين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من فروض الكفاية، معناه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. هذه كلها فروض كفاية، ما إلا يون كفنيث يون يكفي صفو نسعى ذنوب بما ثم كفنا راه أكن من لا نسعى ذنوب مرة. جيم وقته، وقت التكفين متى؟ عقب التغسيل. نسترديث السلساس هكذا السلساس، وإذا قرأ يعني حكم الكراهة، حكم يعني يكره تأخير التكفين. أما ذا بك نسترديث كان الزازديث مباشرة السلسلس لبسة ثنقاروث لبسة تشبحانت. دال ثمنه، الأصل ثمن الكفن يكون من ماله، لذلك في الميراث من الحقوق المتعلقة بالتاركة هو تجهيز الميت. يعني يون ما يموت أذريميس سار نصرف الناس في الجنازة ينس، يعني الجنازة ماشي ذي البداع وكذا الأمور نخاطئ لبسايكينس مثلا ما إلا ذي الخارجة يداوض ذي لافيو تحصلها، ولكن نخلص الكفن سوى ذريميس. إما إلا يوسقارا ويروح يغاسيد الله يبارك، إما ثمطوثيس تغاسيد الله يبارك، إما إلا كماس أكنيني كما يجي الكفن صغوري جيت قرر أتفصي الشدة إلى الكفن سكذري مس لا لا. إذن الأصل الكفن مشترى من ثمن من مال الميت، من ماله ومن حقوق متعلقة بالتركة. ولكن إذا كان واحد تطوع بهذا الكفن أعطيه الصحة كما يستروا ربي يستروا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. المستحب في صفة يعني كفن الرجل 5 أثواب يعرفوها طبعا بالنسبة للناس اللي يغسلوا ويكفنوا، يعرفوا القميص والإزار والعمامة واللفافتان السابغتان كما يقول الفقهاء. بالنسبة للنساء أيضا 5 قطع، ممكن للحاجة توصل حتى ل7 وليس في ذلك حرج. وبعدين بالنسبة للدفن، الدفن هذه آخر حاجة نختم بها درس اليوم. الدفن سطرة والأرض سطرة أشال قرنا شاشالي غير الشنا راه غيتشن، والحمد لله الأرض هذه أعطاها لنا ربي، حنا في الدنيا نستثمرها، نبنيو عليها الجوامع، نبنيو عليها مصانع، ونبنيو كذا وديار إلى آخره، ونغرسوا الأشجار ونزرعوا القمح والشعير وناكلوا ونعيشوا. ونهار اللي نموتوا الروح راحت، يقولوا حتى العائلة نتاعنا ما يقبلوناش، يقولوا الروح نتاعكم راحت انتم ثاني روحوا. الأرض تقول لك مرحبا بك، كي كنت عايش كنت عندك F3 تقولك مرحبا بك عندك F1 بلا ما تطلبون بلا والو، F1 مضمون والحمد لله أنه عندنا F1. وقلت لكم المرة اللي فاتت نحمد ربي ونشكره، اللي يعرف قيمة الF1 يروح للخارج، الخارج ثم مشكل كبير. تقول كي نموت من بعد وين يدفنوني؟ وكاين اللي يحرقوهم، وقد قلت لكم هذا الكلام خاطر مازال قلبي محروق كي سمعت بلي واحد مسلم محروق حرقوه، ما كاينش دراهم لا باش يبعثوه ولا باش يشريوا له مكان. ثم اللي عرفت قلت يا ربي الحمد لله، حنا الحمد لله مسلمين عندنا كاع المقبره F1 مضمون الحمد لله رب العالمين، غايه كاع ربي يسترنا ان شاء الله جميعا. يلا لذلك في القرآن الكريم قال أماته فأقبرهم، بلا ما ندخل في التفاصيل وقت ما يسمحش. أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أعتقد أشرت ربما قبل سنوات إلى هذه المعاني، أنه إذا كان حرف عطف هنا فمعناه تفيد الترتيب مع الفورية، أماته فأقبره مع التعجيل. وأما بالنسبة للنشور ثم إذا شاء أنشره جاءت ثم مع التراخي وكذا. وبعدين عندنا واحد الأمور كنديروها في حياتنا، نأخروا الميت يموت 4 نتاع الصباح ونخليوه حتى شحال سوايع وكذا وكذا بغير سبب بغير مسوغ وكذا، وربما حتى بغير انتظار لأحد الأقارب الذي ينتظر حضوره. وفيه تفاصيل الوقت ما يسمح لناش باش نفصلوا فيها. جيم حكمته، علاش الكفن؟ أولا ستر الميت، نعم نستروه بالكفن. الدفن سترناه بالكفن، درك نستروه بالتراب أنا عمي ونعمقوه. علاش؟ باش ما يجيش حيوانات يمشوا القبر ولا كذا كذا، ندفنوه نستروه بالتراب. الله يرحم اللي قال يقول يا رب استرنا حتى يسترنا تراب، يعني هذا من الأدعية الشعبية وعندها معنى يعني مليح، يعني
يقول لك ربي يسر غير يسر وكال ان شاء الله يسر ربي سبحانه غير يسر سوين يبغى. وبعدين سيرة الميت إكرام الميت باش ما يبقاش فوق وكذلك دفع الأذى نتاع الناس ولا نتاع الحيوانات وكذا عنه. وبعدين آخر حاجة نقولها اليوم تشييع الجنازة. وهنا في حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم أقراهما بسرعة. الحديث الأول حق المسلم على المسلم 6 لحقوق بيناتنا كمسلمين. الحمد لله. الأول قيل ما هنا يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. تلاقي مع أخوك المسلم سلم عليه قل السلام عليكم. نعم. إذا كان هو سلم رد عليه رد ورد السلام فرض زيد. وإذا دعاك فأجبه يعرضك يدوك مرحبا الزمرض روح إلا إذا عندك عذر. وإذا استنصحك فانصح له يضربك النصيحة نصحيه. وإذا عطس فحمد الله فشمته استنظر يرحمك الله يرحمك الله. وإذا مرض فعده يهلك زور ثيت. وإذا مات فاتبعه يعني بعض الجنازة وحديث آخر من شهد الجنازة حتى يصلي. المي حضر الجنازة المي الزور في الناس فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن يعني هذيك الجنازة كان له قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مثل الجبلين العظيمين. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. مع انتهى هذه هذا وفضل اتباع الجنائز وفضل حضور الجنائز وفضل وكاين أحكام أخرى فقهية نشرحوها في الدرس القادم الجزء الثالث إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.